الحلقة اللي فاتت وقفنا عند موديول الإعلانات وعرفنا بنصرف كام وبيجي لنا كام، والنهارده وصلنا للمحطة الأهم، المحطة اللي بتجمع خيوط البيزنس بتاعك كله في مكان واحد وتفرشها قدامك. موديول الداشبورد في مالي مش مجرد شاشة بتعرض لك أرقام ملونة، دي برج المراقبة وغرفة القيادة اللي بتخليك تبص على سيستمك كسينيور داتا اناليست، كاشف كل نقط القوه والضعف وعارف بالمليم ايه اللي بيكسبك وايه الثغره اللي بتصرف فلوسك. الشاشه دي معموله لتقفيل المراجعات العمليه كلها، وبمجرد ما تفتحها عينك بتروح على 7 كروت ثابته بتمثل النبض اللحظي للشركه. الكارت الاول هو الايرادات، وتحته فورا السيستم بيحسب لك نسبه النمو او الجروس، وده بيكون بكام في المية مقارنه بالفتره اللي فاتت. الكارت الثاني هو عدد الطلبات، وبرده معاه نسبه النمو. اما بقى الكارت الثالث هو الاوردرات اللي تم تسليمها فعليا، وجنبها اجمالي الفلوس اللي دخلت منها الخزنه. الكارت الرابع بيقول لك عندك كام اوردر المفروض يتجهزوا، وهنا كداتا اناليست لازم تربط الرقم ده بالمخزون. لو الرقم ده كبير معناه عندك عنق زجاجة في تجهيز البضاعة أو عمال التغليف مش ملاحقين. أما بقى الكارت الخامس بيعرفك كم أوردر بره في الشحن حاليا مع المناديب. والكارت السادس هو كابوس أي براند، كارت خسائر المرتجعات، وده مش بيقولك بس كام أوردر رجع، ده بيحسب لك بالقرش خسرت كام بسببهم، سواء تكلفة إعادة تصنيع وترميم وتغليف البضاعة دي في العزل، أو مصاريف الشحن على الراسل اللي دفعتها لشركات الشحن. والكارت السابع هو متوسط وقت التجهيز، بيحسب لك بالدقيقة والساعة الأوردر بياخد وقت قد إيه من أول ما المودريتور تدخله لحد ما يتغلف ويروح للشحن، وده مؤشر كفاءة التشغيل عندك. بعد الكروت الثابتة دي السيستم بيقسم الموقف كله لأربع فئات تحليلية عميقة تقدر تفلترهم بأي فترة زمنية محتاج تدرسها. الفترة الأولى هي المبيعات والإيرادات، وجواها 4 أشكال بيانية بتشرح لك حركة فلوسك. أول شكل هو حركة المبيعات اليومية في اللاين تشارت، وده بيوريك الأداء الشهري للإيرادات طالع ونازل إزاي، علشان تلمح الترند وتعرف أنت بتتحسن ولا الأرقام المادية دي بتقل. الشكل التاني بيجيب لك أفضل 5 أشهر من حيث الإيراد علشان تقارن مواسمك ببعض. أما الشكل التالت هو الإيراد حسب أيام الأسبوع، وده كنز للماركتينج على فكرة، بيعرفك ايه الايام اللي قوتها الشرائيه عاليه في شركتك علشان تزود فيها صرف الاعلانات، وايه الايام الميته اللي تقلل فيها الصرف وتوفر ميزانيتك. اما الشكل الرابع هو المبيعات حسب المحافظه، وده بيفرش لك خريطه مصر كلها ويقول لك ايه اكتر محافظات بتدخل لك فلوس وايه المحافظات اللي انتاجيتها ضعيفه. الفئه الثانيه هي العملاء والتسويق، ودي الحته اللي بتكشف لك جوده العميل وجداره الاعلانات، وفيها 4 رسومات وكارت صغير مهم جدا. اول حاجه جدول اداء التسويق، الجدول ده بيربط الخزنه بالاعلانات، بيقول لك كل حمله صرفت كام وجابت ايرادات كام فعليا، وبالتالي بيحسب لك الرو اس الحقيقي وتكلفه الاوردر السي بي اي بناء على الفلوس اللي دخلت درجك مش ارقام المنصات الوهميه. جنبها الباي تشارت بيوريك نسبه العملاء المتكررين مقابل العميل اللي طلب مره واحده بس، وده بيقيس الريتنشن ريت او الولاء لبراندك قد ايه. لو النسبة دي عالية معناه منتجك جودته ممتازة والعميل بيرجع لك تاني. وتحتهم كارت صغير بيعرفك متوسط قيمة الطلب أو ال AOV عشان تعرف العميل في المتوسط بيدفع كام في الشروة الواحدة. وبعدين تشارت توزيع قيمة العملاء، وده بيقسم عملائك لفئات سعرية، يعني بيوريك النسبة الأكبر من زباينك بتشتري في أنهي رينج، مثلا من 300 ل 500 جنيه، ولا من 500 ل 1000، ولا من 1000 ل 10000، وعلى الاساس ده بتسعر منتجاتك الجايه وانت مطمن. واخيرا جدول افضل العملاء بالاسم والرقم عشان لو حابب تستهدفهم بهديه خاصه او خصم يحافظ عليهم. اما الفئه الثالثه هي المنتجات والعمليات، وجواها 5 تحليلات بتقيس كفاءه المنتج والموظف. اول شكل هو افضل المنتجات مبيعا علشان تركز عليها، وتاني شكل هو اخطرهم اكتر المنتجات رجوعا. لو لقيت منتج معين مرتجعاته ضخمه ده الريد فلاج او اشاره خطر فوريه ان المنتج ده في عيب تصنيع او المقاسات بتاعته مش مظبوطه ولازم توقفه فورا. الشكل الثالث هو تشارت الاستبدال مقابل النواقص شهريا، والهدف من الكولومنز دي انها تقل على مدار الوقت. والتركه هنا انك لو عينت موظف تغليف جديد في المخزن التشارت ده يكشف لك اداؤه. لو العواميد بتكبر معناه الراجل ده بيغلط في التعبئه وبيبعت بضاعه غلط، بتخلينا نعمل استبدال ونشحن نواقص على حسابنا. وبعدين الباي تشارت بيعرفك اداء المودريتورز ومين اكتر حد بيدخل اوردرات ناجحه. واخيرا الباي تشارت لنظره عامه على حالات الاوردرات كلها علشان تشوف نسبه التسليمات الاجماليه لشركتك. الفئه الرابعه والاخيره هي الشحن واللوجيستات،
وفيها 3 كروت و3 تحليلات بتعري أداء شركات الشحن. الكروت الثلاثة هي نسبة التسليم الإجمالية، نسبة الإرجاع الإجمالية، ومتوسط أيام التوصيل. تحتهم بقى بتلاقي جدول أداء شركات الشحن، وده بيمسك لك كل شركة شحن زي إسلام مثلا، ويقول لك استلمت كام أوردر، ونسبة تسليمها كام، ونسبة إرجاعها كام، وبتوصل الأوردر في متوسط كام يوم، علشان تعرف مين الشركة السريعة والأمينة ومين الشركة اللي بتعطل شغلك. وجنبها تشارت أعمار الديون والتحصيلات المتأخرة لكل الشركات، عشان تشوف مين الشركة اللي حاجزة فلوسك ومأخرة التحصيل وعاملة لك أزمة سيولة. وأخيرا شكل بياني مرعب، وهو نسبة المرتجع حسب المحافظة للشركات، والمحافظات اللي تخطط نسبة المرتجع فيها 20%. كداتا أناليست أول ما تلمح محافظة معدية ل 20% مرتجعات بتاخد قرار فوري، يا إما تغير شركة الشحن اللي ماسكة الخط ده، يا إما توقف إعلانات عن المحافظة دي وتوفر فلوسك. الداشبورد في مالي بتخليك شايف البيزنس بتاعك من فوق السحاب، رابط الارقام ببعضها وعارف القرار الصح فين بالظبط، وده بناء على داتا حقيقيه متقفل عليها بالقرش وبدون اي كسور تلخبط عينك. بكده احنا قفلنا كل موديولات التشغيل والحسابات. الحلقه الجايه هي مسك الختام، الحلقه اللي هنشوف فيها التقارير المالي النهائيه والLNB اللي بيقفل السنه الماليه لشركتك. مع مالي انت دايما مسيطر، لان مالي مش بس فلوس، مالي كمان سيطره.